السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم البيلة بالسمك وبفواكه البحر كتجي أكثر من رائعة شكلا ومذاقا، وأكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم. تقدروا توجدوها للوليدات ديالكم أو الضيوف إلا جاو عندكم، وأكيد إلا ذاقوها غادي يسولوكم على الوصفة. واللي غادي يعجبكم في هذه الوصفة أنها سهلة التحضير، كتخلطوا المكونات كاملين وكتعملوها فوق النار أو في الفرن. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخير باش ننجح لكم الوصفه. عندنا هنا الكمون، وعندنا الهريسه على شكل غبره او صلصه، عندنا الفلفل الاسود، المعدنوس، الخرقوم البلدي، الثوم، الفلفله حاره، اوراق سيدنا موسى، البصل. عندنا هنا 2 حبات ديال البصله، لاصوص ديال الطماطم، 4 الحبات ديال الفلفله حلوه، وثلث كاس ديال الخليط ديال زيت الزيتون مع الزيت النباتيه. وعندنا الكالامار، الكروفيت، والفيلي ديال السمك. وبسم الله على بركة الله غادي ندوزو لطريقة التحضير. في واحد الصينية، كان الصينية هذه عندي ديال اينوكس، ما خاصهاش تكون تلصق. غادي نعملو الحبات ديال البصل اللي مقطعين الى قطع صغيرة، غادي نضيفو عليهم التوابل اللي ذكرت لكم، والخليط ديال زيت الزيتون مع الزيت النباتية. كنخلطوا المكونات مزيان. وغادي نضيفوا عليهم الصلصه ديال الطماطم، وغادي نخلطوا من جديد المكونات. غادي نضيفوا عليهم واحد الكأس ديال الماء، وصدقوني هاد البيله كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه بزاف، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. عندنا هنا جلبانه، هنايا خديت زلافه صغيره ديال الجلبانه. وعندنا هنا الفلفله اللي الخضراء والحمراء. وغادي نضيفوا زلافه ديال الروز. وكنحاولوا نوزعوا الفلفله مع الجلبانه فوق الروز. غادي نضيفوا الفيلي ديال السمك، هذا كان في المجمد. وعندنا هنا الكالامار. وانتم غادي تعملوا داكشي اللي عندكم في المنزل، ديروا غير الفيلي ديال السمك حتى هو كيجي زوين، كيعطيو نفس النتيجه. وعندنا هنا الفلفله حاره، ورق سيدنا موسى، وكيف ما قلت لكم السمك والكالامار جبتهم من المجمد. غادي نضيف عليهم شويه ديال البزار، وشويه ديال الملح، وشويه ديال الخرقوم. وإلا كان عندكم الزعفران الحر كيعطي حتى هو مذاق زوين. عندنا هنا شويه ديال المعدنوس.
وملي غادي يبدا يطيب داك السمك غادي يشرب مزيان هذيك العطريه. ودابا غادي نديروها فوق النار اللي تكون مهيله ونخليوها حتى كيطيب داك الروز ديالنا. تعملوها فوق النار او في الفرن كما قلت لكم. وهذه هي النتيجه النهائيه. كنزوقهم ب لي بيني ديال الكالامار. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيو. وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله.